سارة، قال لها يا سارة هذه هاجر عندك عبد، وهبيها إلي حتى أنا أتزوجها لعل الله سبحانه وتعالى يرزقني ولد منها. سارة ما مانعت، قالت خلاص. فأصبحت هاجر زوجة شنو؟ زوجة النبي إبراهيم عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى رزقه ولد. طبعا إنه هاجر طبعا كانت في قصة إنه كان موجود في الحلة، هجروه في قصة معروفة بس ما أقدر أتطرق لها، إلى فلسطين. فلما صار عنده ولد سمى أحسنت النبي إسماعيل. فصارت هنا بعد شنو؟ غيرة. دخلت الغيرة عند النساء، فصارت إنه شنو؟ صراع بداخل البيت. نبي عنده مشاكل داخل البيت، الله سبحانه وتعالى بعثه رسول حتى انه ينشر رسالة الرسول، رسالة الله، واذا هو مشاكل عنده في البيت. فاصبحت الحياة صعبة. هبط جبرائيل على النبي ابراهيم، قال له يا ابراهيم، قال له هذا البراق، اصعد انت مع هاجر مع الرضيع، اصعد. طبعا انه النبي ابراهيم يعني من الانبياء الذين ابتلوا ابتلاءات عجيبة. وطبعا خلي لكم لا واحد مثلا باكر انه يصير عنده ابتلاءات يقول ليش الله انت مبتليني؟ شو ذول اليهود والنصارى واوروبا وما اعرف شنو ما مبتليني. لا، الانسان المؤمن اذا يريد يعرف نفسه انه انسان مؤمن الله يبتليه، لانه كلما كان الانسان مؤمن اكثر الله يبتليه. شو انه درجه امتحانه، لان هذا الابتلاء مو ابتلاء، هذا ابتلاء لرفع الدرجه، كما الله ابتلى اهل البيت قراءات عجيبه. فالنبي ابراهيم ابتلاءات عجيبه كانت، من ضمن الابتلاءات هذا الابتلاء. اصعد يا ابراهيم، صعد. صعد هاجر، صعد انه رضيع على البراق، حتى انه شنو؟ ينقله عن مكان اخر، يعني ما يريد يخلي انه ساره وهاجر في بيت واحد في مكان واحد، لانه اصبحت مشاكل، فلا بد انه يبعد هاجر عن ساره. طبعا الله بعدين شنو؟ رزقه كذلك من ساره ولد، اللي هو منه؟ اسحاق. هذا شوفوا انه اهل اليهود يقول نحن ابناء الحره وانتم ابناء العبد، يعني الرسول مين صار؟ من ذريه اسماعيل، من ذريه ساره، من ذريه هاجر. هاجر نعم. ساره منها اسماعيل. نعم. يعني بني، يعني انبياء بني اسرائيل كلهم مين؟ احسنتم، من اسحاق. فقط من اسماعيل منه، فقط وفقط من ابو محمد الرسول صلى الله عليه واله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول لما كان البراق كلما مر على مكان جميل قال له يا جبرائيل هنا ننزلهم، قال له كلما مر على مكان بستان مثلا قال له يا جبرائيل هنا ننزلهم، قال لا. إلى أن وين جاء بهم؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. بواد، هذا مكة شوفونها وين حجر إسماعيل؟ هنا المكان نزل بواد غير ذي زرع، ماكو زرع. يعني شنو معناته إذا ماكو زرع؟ ماكو ماء. يعني إذا زرع ماكو، إنسان ماكو، مو إنسان، حيوان ماكو، حيوان ماكو كان، ماي ماكو، لأن الحيوان يجي على الزرع وعلى الماء، فماء ماكو، زرع ماكو، كل شيء ماكو، جبال. القرآن يقول مو أنا أقول، بواد غير ذي زرع. طبعا هذه تشوفون الكعبة يمكن طلعوا للسنوات ال50 كذا، قبل 50 كانت يعني توري. أنا لما سنة الأول سنة يعني مطر ماء صار في مكة. الآن الحكومة السعودية بدأت تعالج الماء، لأنه الكعبة صارت في وادي منخفضة جدا، بحيث أنه كل ماء مكة يجي عليه هكذا. هسه الحكومة السعودية طبعا سوت علاج بحيث أنه شنو يقدرون أنه يحتفظون بهذا الماء ويستفادون من عنده. يشوفون أنتم بالبيوت هسه ماكو ترى أنابيب، هاي شوفوا هسه عمارة تصورون أنه اكو مثلنا احنا ماي وكذا وبوري ماي، أبدا. يجي سيارات تصعد لفوق، ماكو ماء عندهم، ماكو شيء. فهبط جبرائيل في هذا المكان، اللي هو في هذا المكان اللي يشوفون حجر اسماعيل هناك. وامر جبرائيل انه ابراهيم شنو؟ ان يرجع الى مكانه، يعني فقط انه شنو؟ يخليهم المكان يرجع. يعني واحد يخلي زوجته
وطفل رضيع، طفل رضيع في مكان صحراء، لا زرع لا نخل لا ماء لا بشر لا حيوان لا شنو الامتحان هذا؟ فلما أراد أن يرجع إبراهيم مسكته هاجر قالت له يا إبراهيم هذا الأمر منك لو من الله؟ قال لها من الله. قالت له إذا من الله اذهب قصر، إذا الله الذي أمرنا أو أنه يريد في المكان إذا هو الذي يتكفل به، روح. هذا إيمان ترى، مو سهل أنه امرأة تعب زوجها إلى روح. هذا فقط أنه الإنسان اللي عنده إيمان قوي بالله سبحانه وتعالى. إحنا ما عندنا إيمان، إحنا بعضنا عنده حصة مال أنه شهرين ثلاثة يقول بعد ما خاف هذا يصير حصار، خاف كذا يصير، يعني صار بأنه الله ماكو. هذا في اليوم اتخطر معاوية، تعرفون أنه أبو ذر